انت تشبه بالسباق وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اول مره يتابعنا على القناه اشترك في القناه، فعل زر الجرس، لايك للفيديو. هنحلل مباراة القطن الكاميروني مع الاهلي والتشكيل وابرز الحاجات، ابرز اللعيبه في المباراه والفوز برباعيه على القطن والاداء الجيد عن مباراه سان داونز. واحد هيقول لي انت فرحان، انا فرحان وزعلان. هيقول لي ازاي؟ واحد هيجي يقول لي ازاي؟ فرحان اللي فيه شكل، فيه تحركات، فيه لعب، فيه كوره، فيه استلام وتسلم بسرعه، فيه تحركات، فيه كل حاجه. الاربع تجوان الهاتريك بتاع كهربا وجون بيرستاو، فيه التحركات السريعه، في لمسه ولعبه، في كل حاجه حلوه، في لعيبه مميزه لعبت، في لعيبه لازم تعتمد عليها الفتره الجايه ولازم تخش مع الفرقه، ولعبت النهارده وادت ماشي. وفي لعيبه تجيل على الكوره وبتبطئ الكوره في الملعب. النهارده بدا بالتشكيل كولر، بدأ بالتشكيل الشناوي ربنا يشفيه. هو لازم يريح الفترة الجاية دي، لازم يريح. مش هتريح عشان الإصابة، لا، لازم يريح بدنيا وذهنيا وكل حاجة عشان يخش تاني جاهز. محمد هاني ده اخر موسم لمحمد هاني في النادي الاهلي. لو احنا ما بنفهموش كوره، هات لي واحد في اداره الاهلي او لجنه التخطيط او مدير فني يقول لك محمد هاني يفضل ماشي. رامي ربيعه مشكله. رامي ربيعه مهزوز، مش حاسس بالمكان، بس احنا ادى النهارده. محمد عبد المنعم اللي لازم يركز، ولما بيركز للكوره ويلعب كورته بيبقى احسن مدافع في مصر. لما هو بيستعمل العنجهيه بيعمل غلطات فادحه. علي معلول مع كبر السن لازم تريحه، الماتشات المهمه تعتمد عليه، ولازم تريحه اللي انت ما تخلوش يدافع زياده عن اللزوم. يا تحط له احمد نبيل كوكا في الدفاع وهو قدامه، يا تحط له محمد اشرف قدامه، يا تنزله بديل. انت مش هتقدر تعتمد عليه الماتش كله. في نص الملعب اللي انا قلت عليهم في تحليلنا قبل المباراة والفيديو عندكم واتفرجوا عليه، قلت دي مروان عطية وعمرو السولية، ولعب بيهم. قدامهم كنت بقول الجندوزي عشان سريع، بيعرف يخلص بكرة بسرعة، بيحرك الكرة بسرعة. لعب قفشه، لعب عبد القادر، لعب بيرستاو، كهربا. بيرستاو الماتشين دول، ماتش سان داونز بتاع الخماسيه والماتش بتاع النهارده، من احسن اللعيبه اللي في الملعب، وبيلعب الكره السهله، وده اللي كنا مستنيينه منه. العب الكره السهله، وهو سريع بالكوره وكل حاجه. كان عايز واحد سريع معاه يخلص ويلعبوا الكره السريعه مع بعض. ولعب كهربا اثبت
ان الخبرة لها دور. البدني مش كل حاجة، الخبرة لها دور، والتحركات من غير كرة لها دور. مش لعيب انا بعتمد عليه سرعة بس ما بيتحركش ولا بيضغط ولا عارف الكرة رايحة فين وجاية منين. ولازم محمد شريف يركز على كده. لو شادي حسين خد الفرصة لازم يركز على كده. مش هي قوة بس، هي قوة وتحركات، وهي كرة اسلم واتحرك بسرعة، ما اقفش، ما بطأش نفسي عشان ما بطأش رتم الفرقة كله. نفس النظام عبد المنعم وقفشه، الكورة عندهم بطيئة ولازم يفهموا دي. وانتم من اكتر اللعيبة اللي ريحت، من اكتر اللعيبة اللي مريحة. المفروض تلعب الكرة السريعة، ولا دي مستواكم؟ لو مستواكم لا انزل بديل احسن، ما تبطئليش رتم اللعب. وده اللي انا قلته، لازم التشكيل بتاعك ده تفضل ثابت هجوميا، تفضل ثابت عليه 5-6 ماتشات، 5-6 ماتشات لحد ما تشوف منظر الفرقة عامل ايه. لعبت النهارده بقفشه وبرستاو وعبد القادر وكهربا، سيبهم 5-6 ماتشات ورا بعض، وبعد كده لو عايز اغير ابدا اللي انا اشيل اللي ما بينفذليش. بس ابدا اغير كل ماتش. اللعيبه ما بتفهمش بعض. تيجي فرقه مجفله الدفاع بتاعها في الدوري، اللعيبه مش حافظه بعض ومش حافظه تحركات بعض، لخبطه في الملعب. لازم ده اللي انت تركز عليه. واحد هيقول لي انت كده يعني طلع، ان شاء الله ان شاء الله انت ما تعرفش نصيبك فين، وما تعرفش انت صعدت ولا ما صعدتش، انت خرجت من البطوله ولا ايه. احنا دلوقتي مش في ايدينا، في ايد ماتش سان داونز والهلال. ربنا سبحانه وتعالى لو جابل اللي انت تصعد ماشي بايدك، هيبقى الماتش بكره سان داونز يا يتعادل يا يغلب. لو ما قدرش الهلال هيكسب وانت طلعت. بس ماتش الهلال الاخراني اثبت للجميع اللي انت كنت فرقه كوره كبيره. من ناحيه ايه؟ الهلال ما يطلعش من هنا اجل حاجه 4 ولا 5. دي بتاعت اللعيبه بقى. اللعيبه عايزه تثبت اللي هي طلعت من البطوله دي تعب وارهاق. الماتش بتاع الهلال هيصعدك او مش هيصعدك، ماتش حياه وموت. بس صعدت او ما صعدتش، الهلال هنا يجي ياخد علقه كوره. مش عايز مشاكل جماهيريه، مش عايزين مشاكل في الاستقبال كلها، عشان هم هيجي ايه، هو جاي اصلا رامي جتته. لو حصل تعادل او خساره بكره، هو جاي يرمي جته يقول لك انا مش لاعب المباراه، انا بتهول لعنصرين. عشان كده جماهير الاهلي تبقى واعيه، وده القرار عند في ايد اللعيبه. بس ده خلص الموضوع. الف مبروك على الفوز. كهربا من نجوم المباراه هو وبرستاو. اول فوز كبير للاهلي الفتره الاخيره خارج الارض من دور المجموعات، او يعتبر تاني هاتريك في تاريخ الاهلي في دور المجموعات. كهربا في بطولة افريقيا ماشي. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن، وعايزين اللعيبه تركز. في لعيبه العين عليه، ولازم
لجنة التخطيط مع كولر يبقى حاطين الفكرة دي في دماغها. خلاص، ألف مبروك لكل جماهير الأهلي، ألف مبروك للعيبة، للجهاز الفني، المجلس الإدارة اللي احنا اتكلمنا عنه. لازم يبدأ يغير فكرة التخطيط والتعاقدات في الأهلي. بس احنا بنتكلموا لمصلحة الفرقة، نتكلموا عن ماتش وخروج الزمالك على يد شباب بلوزداد في الجزائر وخسارة الزمالك 2-0. فييرا هو اللي ضيع المباراة من ايده. انت عايز تكسب، انت عايز تكسب مش عايز تخسر. كنت عملت ايه؟ لعبت محمد صبحي، الونش، أسامة عبد المجيد، لعبت نيمار، فتوح في نص الملعب، رؤى ودونجا، وقدامهم سيف فاروق جعفر، ولعبت زيزو، وكنت لعبت براسيل حربة. كنت فاجئت الهجوم. واحد هيقول لي مين؟ كنت لعبت بناصر منسي وسيف الجزيري. كنت انت عملت ضغط عليهم. كنت انت لو عايز تكسب والماتش ده يهمك للفوز. الماتش ده لو كنت كسبته للفوز، انا بنزل خلاص، جات لي مكتوب كده خسران وكده خسران، انزل اهاجم. انت نزلت غير اللي احنا عملنا. لعبت ب3 دفاع، صبحي، الونش، عبد الغني، أسامة عبد المجيد، فتوح، نيمار، رؤى، دونجا، شلبي، زيزو، سيف الجزيري. لا، مفيش لعيب نص الملعب اللي يحرك الفرقة. فقدت نص ملعبك. زيزو على الطرف مفيش حد يكمل معاه. نيمار متضغط عليه، وده ماتش مش بتاع نيمار. واحد هيقول لي احسن من المسلوسي. لا، المسلوسي في وقت زي ده والضغط الجماهيري ده، لا، مسلوسي لا، ابدا بيه، ما ابداش بنيمار وفتوح. هي دي تشكيلتك. بس انت ما حاولتش تجازف. انت جازفت اللي انت ما تتغلبش واتغلبت. ليه؟ دي مشكلة الاهلي والزمالك والمنتخبات بتاعتنا. ليه؟ انت ما بتلعبش قدام ضغط جماهيري، ما بتدخلش جماهيرك كامل العدد في المدرجات. من ناحية ايه؟ اهلي وزمالك لما بيروحوا يلعبوا في الجزائر، في تونس، في جنوب افريقيا، في السودان، في اي حتة، بيدخلوا جماهيرهم بيملوا بها الاستاد. بتبقى تحت انظار 50,000 60,000 70,000 مشجع، جزائري، مغربي، تونسي، هلالي، جنوب افريقي كده. بتيجي هنا بتدخل 10,000 مشجع. ال10,000 مشجع دول بيقعدوا في المدرج دايره بسيطه، غير ايام الجيل الذهبي. كنت بتقفل المدرج كان بيبقى مكفول 100,000 مشجع. دي مشكلة المسؤولين عن الكرة في مصر. لازم تدخلوا الجماهير وتملوا الاستادات. هقول لك في مشاكل. ازاي في مشاكل؟ المغرب عندها الجمهور بيتعصب وبيدخلوا لحد اخر حاجه، وعندك تونس نفس النظام، انت في امن عندك، وكل نادي يبقى مسؤول عن تامين المباراه بتاعته، واللي يتمسك يعمل مشكله يتحاسب، زينا زي السعوديه زي اي دوله في العالم.
وانت عامل كاميرات في الاستاد، انتوا بتضيعوا الكرة المصرية. لما فرقة بتنزل قدام جماهير مش عارفة تلعب. ده لعيبة الزمالك اول ما المدرج ولعوا شماريخ، الجون بتاع شباب بلوزداد جه. ومع الضغط في ماتش سان داونز على الاهلي في اول 3 دقايق كرة اتشاطت جول. رمضان يدنو يا سعادة خافقين. دي مشكلة. لازم على المسؤولين على اتحاد الكورة التركيز، ولازم يفكروا في دخول الجماهير عشان الكرة المصرية، عشان المنتخبات، عشان الأندية، عشان الشغل اللي احنا شايفينه، المهزلة اللي بيحصل في الكرة المصرية. اللعيبة ما بتلعبش تحت ضغط جماهيري. لما الاستاد يبقى متجفل النهارده وانت اللعيبة ركابها بتخبط في بعض، دي مشكلة. دول كلمتين حبيت اقولهم على مباراة الاهلي والقط الكاميروني وفوز الاهلي برباعية وخسارة نادي الزمالك والخروج من دور المجموعات وبطولة افريقيا. المشكلة مشكلة ادارة، المشكلة مشكلة جماهير، المشكلة كل حاجة. ليه؟ اللعيبة دي في لعيبة ما تستحقش تلعب اهلي وزمالك، في لعيبة ما بتلعبش تحت ضغط جماهيري كبير، عشان كده بيبقوا مهزوزين في الماتشات الكبيرة، الماتشات الصعود. في لعيبة ماشي الأجهزة الفنية ما بتركزش في كل مباراة، هنا وهنا. لازم الفترة الجاية التركيز، وده دراسة المشاكل الكورة المصرية. احنا بنحاولوا معاكم اللي احنا نصلحه في الكورة. احنا بنلملكم اللي انتم ممكن تعملوه، والأندية تقعد مع بعض. خلاص التعصب انزاح، اللي كانت العصابة اللي كانت شغالة في قناة الزمالك وقلة الأدب اللي كانت بتحصل اتشالت. اللعيبة الجماهير بقت بتحفل على بعض، يعني ما فيش مشاكل ولا سب ولا أي حاجة من دي. أرجو من سيادة المحترم وزير الشباب والرياضة أوسخ وأفشل عقبة رياضية في تاريخ مصر، وزير الشباب والرياضة ده موجود، أشرف صبحي. أرجو منه اللي يبص على الجماهير ويدخل الجماهير يملوا الاستادات. زي ما عملت حفلة النهاردة دخلت فيها مليت بيها الاستاد. دخل لنا الجماهير الكورة في الاستاد عشان اللعيبة تحس اللي فيه جماهير في الاستاد. كلمتين حبيت اوجههم ووجهتهم عشان الفرق بتنزل قدام الجماهير خارج اراضي المصرية بتتغلب. منتخب مصر الكبير، ناشئين، شباب، اهلي، زمالك، فيوتشر، اي حد املأ الاستادات. انا حبيت ان انا اوصل الكلمتين واشكر الجميع. ان شاء الله القادم احسن للكرة المصرية، وان شاء الله شكرا لكل لعيبة الاهلي على الاداء اللي ادوه النهارده. هارد لك لجمهور الزمالك وخسارة الزمالك والخروج من بطولة الأفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.